ايه رأيكم نعمل الطعمية بتاعتنا النهاردة بمكون يوفر علينا ان احنا ننقع الفول 12 ساعة ونعملها وقت الفطار على طول. المكون بتاعنا النهاردة هو دقيق الفول، هننزل بيه كوبايتين من دقيق الفول في الكبة، وهنزل بالخضرة اللي انا مستخدماها شبت وبقدونس وكزبرة، وابدأ ان انا انزلها في الكبة، وبعد كده هنزل بيه 4 فصوص من الثوم وربع كوباية من المية. هنزل كمان بمعلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكزبرة، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وبصلاية متوسطة. هقفل الكبة وابدأ ان انا اضرب العجينة بتاعتي لحد ما توصل للشكل والقوام ده، وهنزل بيها في الطبق بتاعي، وبعد كده ابدأ ان انا اشكلها. هدهن ايديا بشوية زيت عشان العجينة وانا بشكلها ما تلزقش في ايديا، وابدأ ان انا اشكلها على شكل دائري. احاول ان انا اظبطها من الجناب كده، بس مش هدوس عليها علشان ما اخرجش الهواء اللي فيها، واحافظ على الهشاشة بتاعتها. هبدأ ان انا ارش شوية سمسم من فوق وهنزلها في الزيت. طبعا جنبي طاسة فيها زيت غزير، بس الزيت هيكون على درجة حرارة متوسطة، علشان لو الزيت درجة حرارته عالية الطعمية هتاخد لون من بره وهتبقى نية معاكي من جوه. وبس كده، جربوها بالطريقة دي ومتأكدة ان هي هتعجبكم.